أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله صباحكم بكل حب، ورزقكم بالخير والصحة وراحة البال. فيديو جديد وروتين جديد. تفرجوا في الفيديو للآخر، وكان عجبكم اشتركوا بالقناة واعملوا لايك فضلا وليس أمرا، ولكم جزيل الشكر وجعلها الله في ميزان حسناتكم. الأبناء هم رزق ونعمة من عند الله، والوالدين هم المسؤولين على تربيتهم تربية حسنة، والقادرين باش يصنعوا منهم جيل ناجح بالطبيعة إذا اتبعوا الأساليب التربوية الصحيحة والسليمة. نسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بصلاح أبنائنا وبناتنا. أول حاجة وأول شيء لابد من التخلي عن العصبية في تربية الأبناء. يلزم تكون عنا قناعة أنه العصبية ما تحلش وما تعالجش المشاكل، بل تزيد الأمور تعقيدا. بالنسبة لكيفية التخلص من العصبية، عملت فيديو حكيت فيه على العصبية، تنجموا ترجعوا تشوفوه. لابد كذلك من الصبر في تربية الأبناء، لأنه إذا أردت أن تقوم سلوك طفل فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا. لابد من التحلي بالصبر والابتعاد عن العصبية وإيجاد البديل لها، كاتخاذ العقوبة المناسبة لسن الطفل، الحرمان من شيء يحبه، والمكافأة والمدح والثناء، كلها بديل عن العصبية. ما ننسوش الدعاء لأبنائنا، فإن الإصلاح والصلاح لهم بيد الله تبارك وتعالى، ونحن علينا أن نسعى، والهداية من الله تبارك وتعالى. الفكرة الثانية أو القاعدة الثانية هي أهم حاجة، لازم نربوا أبنائنا منذ الصغر على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستشعر مراقبة الله له في السر والعلن. غرس حب الله في قلب ابنك لازم يكون من خلال أفعالك وسلوكياتك. لابد أن نكون نحن القدوة الحية والملموسة أمامه. اذكر اسم الله تعالى أمامه من خلال مختلف المواقف، مثل بسم الله قبل الأكل، نشكر الله بعد الأكل، نحمد الله على أي نعمة أنعم الله بها علينا. علمه القناعة والرضا، علمه المحافظة على الصلاة، واجعل بينه وبين كتاب الله رابطا، لأن الصلاة والذكر والتلاوة من أكبر ما يعين الإنسان على حسن السلوك. علمه أسس الدين خطوة بخطوة، ابدأ بالترغيب بدلا من الترهيب، فيكون أساس شعوره الديني الحب والرجاء. علمه الدعاء وأذكار الصباح والمساء، كل هذه الأمور تترك أثرا كبيرا في معالم شخصيته، فيكون في المستقبل شخصا صالحا يستشعر معية الله وعظمته في كل شؤون ومراحل حياته. وبالتوازي مع تربية الأبناء على أسس دينية صحيحة، لابد من غرس القيم والمبادئ داخل طفلك، لأنها تساهم في بناء شخصيته شخصية متوازنة وقوية. المبادئ والقيم تساعده على تمييز الحق من الباطل، تحمي طفلك من الوقوع في الأخطاء الكبيرة التي تتنافى مع مبادئه وأخلاقه. غرس القيم في نفس ابنك وتعليمه الخلق الكريم من خلالك أنت، من خلال تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع، من خلال أفعالك وسلوكك. لذلك لابد أن تكوني أنت القدوة الحسنة له. على خاطر الطفل عند سن معينة يبدأ بالبحث عن شخصية ليحتذى بها ويقلد تصرفاته، لذا فإن وظيفة الوالدين هي أن يكون أفضل قدوة للأبناء. لا بد من الانتباه إلى سلوكاتهم وتصرفاتهم الصادرة عنه. القاعدة الثالثة أو الفكرة الثالثة، لا بد من الاتفاق بين الأبوين على نهج تربوي موحد في تربية الأبناء، لأنه من أخطر الأمور التي يمارسها الوالدين هو عدم الاتفاق على نهج تربوي موحد، فما يحاول أن يعلمه الأب لطفله تمحيه الأم والعكس تماما. لذلك من المهم الثبات والاستمرار على القرار وعدم الرجوع فيه الذي اتخذه في شأن ابنه. ما يلزمش أحد الآباء أن يضعف أمام ابنه، لأن الابن يستخدم كل الحيل الذكية كالاستعطاف والتأسف والبكاء والتوسل والاستنجاد بالجد والجد في بعض الأحيان لنيل غرضه. وإذا استجبنا له ولم نطبق القرار الذي اتخذناه، فإننا نخلق من الطفل شخصية هشة
مشتتة لا تميز الأسلوب الخاطئ من الصحيح. عدم الاتفاق على منهج تربوي يؤدي إلى العصيان والعقوق عندما يترسخ في ذهن الابن ضعف أحد والديه. إذن لابد من الثبات وعدم الرجوع في قرار التأديب الذي اتخذته في شأن ابنك. في المقابل لابد من توفير الحاجيات النفسية للطفل، أن تشبعه عاطفيا بشكل متوازن حتى تحقق له الاستقرار النفسي وتحقق له التوازن. الطفل محتاج منك أنك تتقبله كما هو، في شكله، في لونه، في صوته. ابنك يحتاج أن يشعر أنه محبوب حبا غير مشروط لا يشوبه الخوف. يحتاج حضنك، يحتاج إلى الشعور بالأمان، يحتاج إلى احترام ذاته من خلال كلماتك وأفعالك وابتسامتك، يحتاج إلى تقديرك واهتمامك وإشباع هذه الحاجة وزرع الثقة فيه. يحتاج إلى التعبير عن رأيه دون خوف أو كبت. يحتاج أن تتبادل معه الحوار من دون تحقيق أو محاكمة. يحتاج آذان صاغية وقلوب منفتحة. خلاصة القول: تربية الأبناء يجب أن تكون التربية بالحب فعلا وقولا، لأن حاجة الأبناء إلى حبكم كحاجتهم إلى الطعام والشراب. الأبناء في حاجة إلى جرعة أحضان وقبلات يومية، سواء كان ولدا أو بنت، صغيرا أو كبيرا، فذلك يكبر معه وتنعكس على شخصيته فينشئ طيبا لين القلب. مثلما يحتاج الطفل إلى الحب والحنان، فهو يحتاج إلى بيئة آمنة وسلام نفسي. الطفل يلزم يعيش في بيئة أسرية متزنة نفسيا تعطيه الاهتمام والرعاية. كلما نشأ الطفل في بيئة أسرية متزنة نفسيا وداخل بيئة خالية من المشاكل والخلافات، كلما نشأ الطفل متزنا نفسيا وروحيا، والعكس بالعكس. إذا نشأ داخل أسرة كثيرة المشاكل خاصة بين الوالدين، فإن ذلك يؤثر عليه فيفتقد الأمان والقدوة الحسنة، تتدهور علاقته بوالديه ويصبح أكثر تهور وعصيان، وربما يصبح منحرفا لا قدر الله. أخيرا، ابني علاقة مع ابنك حتى يصبح بين يديك محبا مطيعا وخلوقا وبارا. بهذا البرنامج تبنى شخصيته ويتعرف على ذاته وتقوى محبته لأبويه وتتلاشى كل المدمرات للعلاقة بينهم. فاللهم بارك لنا في ذريتنا واجعلهم قرة عين لنا. اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك. اللهم جنبهم مضلات الفتن واعصمهم من المحن في السر والعلن. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم بخير.